اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. النهاردة معانا فيديو بيتكلم عن نفسه، شوربة الكوارع اللي ترم العظم بصحيح. الجو برد، عايزين حاجة كده تدفينا وتغذينا. طبعا قلت مش ما استخسرش فيكم أبدا أحلى كوارع، وطريقتي فيها اللي إن شاء الله هتعجبكم جدا. بس طبعا سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا عشان نكبر بيكم ومعاكم أحلى متابعين في الدنيا، فضلا وليس أمرا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، تعالوا هنتكلم مع بعض كده الاول. دي طبعا كانت كوارع عندي في الفريزر، فطبعا انا كنت ناسيها خالص. ابني ربنا يبارك لي فيه بيقول لي يا ماما انا عايز اكل كوارع، فراح جاب لي الكوارع اللي انتم شايفينها دي اللي هي الاولانيه. في فرق ما بين دي وما بين دي. الكوارع دي اللي هي لسه جايه طازه، الكوارع التانية اللي هي كانت موجوده عندي في الفريزر. بالنسبه للكوارع يا جماعه، مش اي كوارع تتاكل. تعالى اقول لك هتجيبي انهي كوارع. بنجيب طبعا الكوارع بتاعت الرجل الاماميه، لان بتكون دسمة وبيكون فيها لحم كده، والجيلاتين بتاعها بيبقى ما شاء الله كتير. اما بالنسبة تختاري بالنسبة للكوارع، تاكلي انهي كوارع؟ يعني تجيبي الجمسي ولا البقري؟ لا هاتي البقري. الكارع البقري بيبقى يعني دسم وبيبقى فيه لحم كده عن الكارع اللي هو الجمسي. وطبعا الموجود عندك في الاخر مفيش اي مشكلة، بيكون ماشي الحال يعني. طيب، طبعًا التنضيف، هنتكلم مع بعض في التنضيف وأقول لكم كل حاجة. بس قبل أي حاجة هاقول لكم تعالوا نشوف الطبق الجميل، طبق الخضار اللي هنستعمله مع الكوارع. بالنسبة لطبق الخضار يا حبايب قلبي، طبعًا عايزين جزرتين حلوين كده، عايزين حبايتين من الطماطم تقطعيهم برضه، وعايزين فص توم كده محترم، وعايزين بصلتين كبار، ويكونوا البصلتين يا ريت بصل أبيض ما يكونش بصل أحمر عشان يخلي الطماطم بتاعتنا فاتحة. طبق التوابل اللي عندِك حطيها. عندِك جوزة الطيب ماشي، اللي عندِك. أنا كان عندي حبهان، وكان عندي ورق لورا، وكان عندي قرفة، وكان عندي كبابة صيني، وكان عندي بابريكا. والبابريكا طبعًا علشان خاطر اللون، مش أكتر. هي بتدّي لون مش للطعم، هي بتدّي لون بس. طبعًا حطيت الحلة بتاعتي على النار زي ما أنتم شايفين، وحطيت معلقة سمنة بلدي. السمنة بلدي بتفرق خالص في الطعم يا جماعة. ما هو مش الكوارع يعني هاكل كوارع وخلاص أحطها في مَيّة وأقول أنا عملت شوربة كوارع، لأ طبعًا. هنعمل كوارع يبقى لازم نغسل تحت مَيّة جارية كتير. نفتح الحنفية عليها كتير مَيّة جارية، وبعد كده نصفّيها. وبعد ما نصفّيها بنحطها في دقيق وملح شوية كده مع بعض بدون مَيّة. وبعد كده بناخدها تاني تحت الحوض، ونبدأ نغسلها تاني كتير، مع سِنّة خَل بسيطة، ما تكتريش الخل. وبعد كده بنصفّيها ونبدأ بقى نشوف هنعمل إيه. طبعًا بالنسبة للتقطيع، هو بصراحة الكارع كان جاي لي أنا اللي قطّعته في البيت، يعني ما شاء الله لقيت ابني داخل عليَّ كده بيه، حاجة كانت جميلة يعني. فطبعًا أنتِ بقى بالنسبة ليكِ أنتِ عندِك جزار، قولي له قطّع لي التقطيع المناسب ليكِ واللي أنتِ عايزاه. طبعًا نزلت بالخضار الأول وقعدت قلّبت فيه، شوّحته كده لحد ريحته ما بدأت تطلع. وبعد كده نزلت بالكوارع زي ما أنتم شايفينها أهيّة، وهابدأ أقلّب الخضار بتاعي ده مع بعضه كده لحد المَيّة بتاعتي بتاعة الكوارع ما أحس إن الخضار شرب المَيّة بتاعته خالص. طبعًا معلش هي التقطيع بتاعها كان كبير شوية، بس بقى اللي أنا عرفت أعمله يعني. أنتِ بقى لو عند الجزار وأنتِ موجودة هتقولي له بقى قطّع لي التقطيع المناسب اللي أنتِ عايزاه يعني. طبعًا الكوارع لا تسلقي وتكُبّي ولا تعملي، طول ما أنتِ غاسلاها كويس ومنضّفاها تمام، هتبدئي تحطّيها في الحلة زي ما أنتِ شايفة كده مع الخضار بتاعها، هتلاقي ريحتها وصلت آخر الدنيا. والله يا جماعة الريحة لوحدها كانت كفاية يعني. طبعًا دلوقتي خلاص هو بدأت خلاص المَيّة كده بتاعة الخضار اتشربت، اللي هي بتاعة الطماطم والبصل. كده المَيّة زي ما أنتم شايفين خلاص كانت اتشرّبت بتاعة الخضار. هافضل أقلّب بقى التقليب ده. هتقلّبي قد إيه؟ هنقلّب كده بتاع ربع ساعة تقليب. فترة التقليب دي كانت ربع ساعة بالضبط. بابدأ أقلّب كده ربع ساعة كده لحد شايفين، تعالوا كده قرّبوا، قرّبوا، قرّبوا. أهو زي ما أنتم شايفين الخضار خلاص شرب المَيّة بتاعته كلّه، والكوارع بتاعتي خلاص بسم الله ما شاء الله كده اتشوّحت تشويحة محترمة. قعدت أشوّحها كده ربع ساعة. تعالوا بقى نشوف بعد التشويح ده هتعمل ريم والّا مش هتعمل ريم. طبعًا أهم حاجة مَيّة سخنة، أنا كان النور قاطع. سخّنت مَيّة على البوتاجاز علشان كان طبعًا النور قاطع ما عرفتش أشغّل الكاتل. سخّنت مَيّة على البوتاجاز عشان أنزل بمَيّة سخنة. شايفين منظر الشوربة؟ يا سيدي، يا سيدي على الجمال يا سيدي. شايفين منظر الشوربة عامل إزاي؟ والله العظيم لو ترجع تاني.
حاجة كده ترم العظم كده، وحاجة كده تحوش البرد وتحوش بقى المرض وتحوش أي حاجة وحشة. زي ما أنتم شايفين يا حبايب قلبي كده الشكل بصراحة هو بيتكلم عن نفسه يعني. طبعًا إحنا هنصبر بقى مع بعض كده. نزلنا طبعًا بالتوم والحاجات دي، وأنا حطيت التوم اللي أنتم شفتوه دوّة، وسايبة برضه تاني توم عشان إيه، هنشوف هنعمل إيه. هنا طبعًا كانت ما شاء الله عليها بتغلي زي ما أنتم شايفين، أنا ما حطيتش لسه ملح خالص. لو أنتِ بقى حسيتِ إن الكارع بتاعِك كبير، كوارع كبيرة وحاسة إن هي مش هتستوي بسهولة، معلقة سكر صغيرة أو نقى بلح. يعني النقع البلح أو معلقة سكر صغيرة بتساعد في التسوية وبتسهّل الدنيا معاكِ. زي ما أنتم شايفين لا طلع ليها ريم ولا طلع أي حاجة خالص، وبسم الله ما شاء الله زي الفل وبتغلي زي الفل معايا زي ما أنتم شايفين أهي. طبعًا نحتاج هي خلاص تقريبًا استوت أو دخلت على سِوَّ كده، يعني داخلة على السِوَّ خلاص. هابدأ دلوقتي بقى حُطّي بقى الملح اللي أنتِ عايزة تحطّيه واضبطي الشوربة بتاعتِك. وطبعًا هنعمل اللي إحنا يعني بقى إيه، الطشّة بتاعتنا بقى، الطشّة بتاعة الست أم أحمد. أهم حاجة بالنسبة يا جماعة للتسوية، اللحوم عامةً بتحب النار الهادية. كل ما النار عندِك تكون هادية على اللحوم، هتاخدي منها أحلى حاجة، يعني ما تفرحيش إن النار تكون عالية وتقولي بقى لازم النار تكون عالية، لأ، كل ما النار بتكون هادية، كل ما اللحوم بتلاقي بتستوي براحتها وبتستوي بسرعة. تعالي بقى معايا تعالي كده على جنب تاني نسيب الحلة بتاعة الكوارع، ونيجي على جنب نحط معلقة توم مفروم بقى المرة دي، ومعلقة زبدة بلدي. ما عنديش زبدة بلدي يا جماعة ما فيش مشكلة لو هتعمليها بزيت برضه عادي، اللي عندِك اعملي بيه، بس السمنة البلدي بتفرق في كل حاجة، البلدي يُوكل يا جماعة. زي ما حضراتكم شايفين بقى نبدأ نقلِّب بقى كده زي ما أنتم شايفين، ولحد ما تاخد اللون معانا الحلو كده الدهبي الجميل ده، وهنبدأ نعمل أحلى طشّة لأحلى كوارع، هتحسّي نَفْسِك بتاكلي بجد. شايفين بقى الطشّة دي وهي نازلة بقى كده، بتدّي ريحة وبتفحفح بقى وبتبقى عاملة إزاي. الشكل النهائي بيتكلّم عن نَفْسه بصراحة. كان طبق كوارع في المصمت عمره ما هيعمل لنا الطشّة دي، ولا عمره هيعمل اللي إحنا بنعمله ده، ولا عمره هيغسل بنَفْس الطريقة، ولا أي حاجة من دي خالص. بسم الله ما شاء الله كده، كانت حاجة جميلة جدًا وكانت ولا أروع يعني. الريحة بقى كانت مفحفحة والريحة كانت جايبة آخر الدنيا، هي دي الكوارع اللي تتاكل. اغسلي الحاجة كويس ونضّفيها كويس وهاتيها واعمليها على إيدِك وفي بيتِك. إذا حسيتِ إن الكوارع بتاعتِك فيها شعر بسيط كده اكحتيها بالسكينة، هتطلع والله ومش هتفرق ومش هتغلّبِك خالص وهتبقى زي الفل. أنا مش عارفة هنا في حاجات بتتعاد تاني بس ما فيش مشكلة برضه مكمّلين. مكمّلين ما فيش مشكلة، الدنيا سواعي بتدخل في بعضها كده عادي يعني. طبعًا زي ما أنتم شايفين باوريكم الشوربة بقى، بصراحة والله بجد تستاهل من إيديكم الحلوة دي أحلى لايك. ما تركّزوش أنا عارفة إن الجو برد وأنتم قاعدين متكتكين دلوقتي ونِفسكم في شوية شوربة كده حلوين سخنين، فما تركّزوش في الشوربة وتنسوني في اللايك. ودي كانت يا حبايب قلبي طبق الشوربة بتاعنا المحترم، اللي فعلًا شوربة الكوارع دي حلوة جدًا للعضم وبالذات الرُّب يا جماعة. حلوة جدًا للعضم. الشوربة طالعة رايقة زي ما أنتم شايفين، بسم الله ما شاء الله جميلة جدًا. اللون بتاعها حلو أوي، لإن دايمًا العين بتاكل قبل الفم. فطبعًا دي كان دايمًا جوزي ربنا يرجّعه لي بالسلامة يا رب كده ويبارك فيه ويخلّيه، كان دايمًا يقول لي: "ده أنا عينيّا بتاكل قبل ما بُقّي بياكل عينيّا بتاكل." فلازم الحاجة لمّا تكون شكلها حلو بتشجّع الإنسان إن هو يقرّب منها وياكل. فطبعًا كل ما تعملي أكلِك وتضبّطيه وتحطّيه بشكل حلو، بتجذبي كل اللي حواليكِ إن هو يقرّب منه وياكله. فطبعًا طبق الشوربة مش مَيّة بقى كده فاضية ونقول شوربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا.